أهلا وسهلا فيكن بمطبخ شهية. اليوم رح نقدم لكم كيفية تقشير وتقطيع الأناناس. عادة نشتري الأناناس معلب لنتجنب عملية تقطيعه الصعبة، لكن شهية رح تعلمكم طريقة لتقوموا بهالمهمة بكل سهولة. قبل التقشير رح نتعرف على 3 حيل لاختيار الأناناس الناضج. أولاً، يتميز الأناناس الناضج بأوراقه الخضراء اللي بنقدر ننزعها بسهولة. ثانياً، نضغط على قشرة الأناناس، إذا كانت طرية نوعاً ما بيكون الأناناس ناضج، أما إذا كانت صلبة فهذا دليل على عدم نضوج الأناناس. ثالثاً، منشم الأناناس من الأسفل، فالأناناس الناضج له ريحة قوية ومميزة. ننتقل لتقشير الأناناس. بواسطة سكين طويل وحاد نقطع راس حبة الأناناس بهالشكل، ومن بعدها نقطع أسفلها. ممكن نحتفظ براس الأناناس لتزيين طبق سلطة الفواكه. نمسك حبة الأناناس بالطول ومنبدأ بتقشيرها من الأعلى للأسفل بهالشكل. منحاول إنه نرقق القشرة حتى ما نخسر كمية كبيرة من الأناناس. نتخلص من عيون الأناناس المتبقية بالسكين بهالطريقة. بعد تقشير الأناناس رح نقطعه بطريقتين. بالطريقة الأولى نقطع الأناناس بالطول لنصفين، ومن بعدها نقطع كل نص بالطول. نتخلص من لب الأناناس الصلب بهالشكل، ومنقطع الأناناس لمربعات صغيرة. بالطريقة الثانية منقطع الأناناس بالعرض لدواير، وبواسطة السكين أو قطاعة الكوكيز نقطع بوسط كل دائرة لنتخلص من اللب. وهلأ صار الأناناس جاهز للأكل أو لنضيفه لسلطة الفواكه.